صباح الخير. صباح النور يا روح بابي. انت هنا من امتى؟ ساعة ما حطيت لك الهدية. سلام وانت طيب يا عم. وانت طيبة يا حبيبتي. معقولة؟ كل الناس فاكرة عيد ميلادي الا انا. هو انا هدية؟ هدية ايه؟ ماما قالت لي انك اكيد ناسي. ناسي؟ لا مش ناسي طبعا. لا انت ناسي. لا مش ناسي. استني هقول لك لا ما نساش. لو سألت نفسك إزاي تربي ولادك صح، الفنان شريف سلامة عنده تجربة حقيقية هتخليك تفكر في طريقتك. في لقاء صريح ومؤثر كشف شريف عن فلسفته في الحياة وطريقته في التعامل مع أبنائه، وأكد إنه مش بيؤمن بالعناد وبيفضل دايماً التسامح والهدوء. ده الأسلوب اللي بيثير دهشة أصدقائه كتير. شريف وضح إنه لما بيتعرض لموقف بيضايقه من حد بيختار الابتعاد وإغلاق باب العطاء بدل ما يدخل في صدام أو مشاكل. لكن مع ولاده القصة مختلفة تماماً. بيعترف بصراحة كاملة إنه مش بيقدر يكون حازم معاهم وبيضعف قدامهم دايماً. شريف قال بكل بساطة إن مع أبنائه مفيش مجال للحزم وبيضعف قدامهم في كل المواقف. وأكد شريف سلامة إنه بيتعامل مع أبنائه من غير أي تفرقة بين الولد والبنت، وشدد على إن الجميع عنده في نفس المكانة والحب. كمان أشار إن أبنائه بيشبهوه كتير سواء في طباعهم أو في التجارب اللي بيمروا بيها في حياتهم. ده خلاه يحس إنه بيشوف نفسه فيهم وبيفهمهم أكتر. شريف سلامة كشف عن رؤية عميقة للتربية. قال إن التربية الحقيقية مش معتمدة بس على كثرة النصايح، لكن على السلوك اليومي اللي الأبناء بيشوفوه. وأكد إن القدوة في التصرفات أهم بكتير من الكلمات، لأن الأفعال بتسيب الأثر الأكبر في نفوس الأبناء. شريف بيؤمن إن الأطفال بيتعلموا من اللي بيشوفوه مش من اللي بيسمعوه بس. وفي نفس اللقاء كشف شريف سلامة عن نظرته للحياة وأسلوبه في التعامل مع الناس. قال إنه بات ينظر للحياة ببساطة، وأكد إنها مش بتستاهل الدخول في صراعات داخلية أو أزمات نفسية طويلة. وأوضح إنه ينتمي لبرج السرطان ووصف نفسه بالهدوء والصبر، لكن في نفس الوقت أكد إن الخصام معه مش سهل. شريف سلامة أكد كمان إنه بيحرص بشدة على الحفاظ على خصوصية حياته، ووضح إنه مش بيفضل إخراج أسراره خارج نطاقه الشخصي. قال إنه بيسأل نفسه دايماً إيه الفايدة لو نقل أسراره أو كلام سمعه عن الناس، مشيراً إن اللي جواه بيفضل ليه من غير ما يدخل في مهاترات أو نقل أحاديث. وفي سياق الحديث عن بداياته الفنية كشف شريف سلامة إنه دخل معهد التمثيل بسبب مجموعه القليل في الثانوية العامة، وما كانش هدفه التمثيل من الأول. لكن بعد دخول المعهد حب المجال وعمل 7 سنين مساعد مخرج، ودخل مجال التمثيل بالصدفة. الزعيم محمود عبد العزيز قال له أنت هتبقى ممثل كبير جدا، وفعلا الكلمة دي كانت دافع ليه. شريف سلامة استعد الموسم رمضان من خبرات طويلة بدأت من لحظة حصوله على اعتماد فني من الزعيم عادل إمام. الاتصال الهاتفي اللي غير مجرى حياته كان لما ترشح لفيلم مرجان أحمد مرجان، وده منحه الثقة للوقوف قدام الكبار والتعلم من مدرستهم المنضبطة. شريف قال إنه تعلم كتير من عادل إمام ومفيش حد اشتغل معاه وما تعلمش منه. شريف سلامة بيشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل على قد الحب مع النجمة نيلي كريم. المسلسل اجتماعي رومانسي بيتناول تعقيدات العلاقات الإنسانية والمشاعر الصادقة. شريف بيجسد دور شيف محترف قادم من إيطاليا لمصر عشان يفتتح مطعمه الخاص، لكن بيواجه تحديات ومواقف إنسانية كتير بتأثر في مسار حياته. المسلسل مكون من 30 حلقة وبيشارك فيه نخبة من النجوم زي أحمد سعيد عبد الغني وأحمد ماجد ومها نصار ومحمود الليثي ومحمد أبو داود ومحمد علي رزق وصفاء الطوخي ورندا إبراهيم وآية سليم ويوسف حشيش ومحمود فايز وسالي والي. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد ومن إنتاج سالي والي. العمل بيقدم رؤية درامية معاصرة وبيعتمد على تقديم شخصيات متعددة بخطوط درامية متداخلة بتساهم في بناء حالة إنسانية قريبة من المشاهد. ده بيمنح المسلسل طابع خاص ضمن أعمال رمضان. التعاون الجديد ده بيجي بعد تعاون شريف ونيلي كريم في فيلم جوازة ولا جنازة اللي اتعرض في السينما وحقق نجاح كبير. شريف سلامة بيثبت من خلال أعماله المتنوعة إنه ممثل بيبني نجاحاته عبر خطوات مدروسة ومحطات فنية فارقة. المسيرة اللي انطلقت بشهادة تقدير من قامات فنية سامقة خلته منه وجه مألوف بيجمع بين الموهبة والحضور اللافت والذكاء في اختيار الأدوار اللي بتلامس وجدان الناس. شريف بيعشق الأدوار المركبة نفسياً وبيعتبرها تحدي حقيقي للممثل وبتكشف قدراته التمثيلية بشكل أكبر. في النهاية شريف سلامة بيقدم نموذج للفنان اللي بيحافظ على مبادئه وبيحترم جمهوره.
بيؤمن إن الصدق في الأداء هو المفتاح الحقيقي لاستمرارية النجاح في قلوب الجماهير، ومن خلال أعماله المتنوعة بيثبت إنه وجه درامي مهم في الساحة الفنية المصرية والعربية. شريف سلامة بيقدم لنا درس في التربية والحياة، إن القدوة أهم من النصيحة، وإن البساطة والهدوء هما مفتاح السعادة. استنونا في رمضان مع على قد الحب، وشوفوا شريف سلامة في دور جديد ومختلف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب والتعليق برأيكم، وشاركوا الفيديو مع أصحابكم وعائلتكم. شكرا ليكم ونشوفكم في فيديوهات جاية.